بعد ما طلع من معتقلات جلاوزة حسني مبارك، معانا إن شاء الله على الهواء سماحة الشيخ حسن شحاتة. مساك الله بالخير سماحة الشيخ. مساكم الله بكل خير حبيبي. سماحة الشيخ، الصراحة أنا قلبي يعتصر من الفرح أني أسمع صوتكم المبارك هذا اللي ما برى بالدفاع عن أهل البيت وذكر أعداهم. حياك الله سماحة الشيخ معانا. حياكم الله وبياكم وبارك فيكم. الله يخليك إن شاء الله سماحة الشيخ. سماحة الشيخ، طبعا معانا سماحة الشيخ حسن شحاتة، وطبعا المؤمنين والمؤمنات عندهم أسئلة كثيرة راح يقدرون يتصلون على التلفونات المبينة في الشاشة، والاتصالات راح نتلقاها من المؤمنين وحتى المخالفين على حد سواء على أي استفسار يبون يطرحون على سماحة الشيخ. سماحة الشيخ راح يكون معنا. سماحة الشيخ، طبعا السؤال الملح اللي كل المؤمنين يبون يشوفوا يسمعون من عندك، شنو صار بالضبط وشلون ألغوا القبض عليك الجلاوزة أمن الدولة جلاوزة حسني مبارك، والحمد لله شلون الله نصرك عليهم واسقط نظام حسني مبارك وأمن الدولة اللي كل يوم نشوف اقتحامات لمبانيهم. فتفضل سماحة الشيخ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله وسلم على مولانا وحبيبنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة الطاهرة بن الحسن القائم المهدي. صل عليهم يا رب وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم. الله يحييك إن شاء الله. يشرفني كثيرا أن يكون أول حديث لي في قنوات فضائية هي قناة فدك. اللهم صل. فدك المغصوبة من الصديقة الكبرى المظلومة، لعنة الله على من ظلمها ولعنة الله على من آذاها. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، والعن اللهم من آذى نبيك فيها. السلام عليكم يا شيعة أمير المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها وفي لندن بالذات. سلام الله عليكم شيعة أمير المؤمنين. سلام الله عليكم أيها العاملون في قناة فدك، وفي مقدمتكم الشيخ الجليل ياسر الحبيب. الله يخليك. سلام الله عليكم جميعا يا شيعة أمير المؤمنين. أبدأ حديثي بأن أبارك للثوار في مصر، شباب الثورة الذين أزاحوا الظلام عن هذا البلد ودمروا فرعون وهامان. نعم، دمروهم شر تدمير. سلام الله عليكم معشر الثوار وحياكم الله. مبارك عليكم الثورة، مبارك والله. ماذا تفعلون وماذا تقولون
تقولون يا أتباع ابن تيمية؟ ماذا تفعلون وماذا تقولون يا أتباع ابن عبد الوهاب الآن وقد صدرت الثورة؟ من صدرها؟ من نشرها في العالم العربي كله؟ إنه الله، إنه الله وبركات إمام الزمان، بركات الإمام الحجة. نعم، تحيتي للثوار ولكل من وقف بجوارهم وأعلن ولاءهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أنا هو حسن شحاتة العناني. ونعم، أنا هو. ونعم، لا شلل ولا انقسام ظهر ولا شيء. ماذا تقولون؟ ولماذا تخرفون أيها الوهابية؟ لماذا؟ هذا يدل على أنه لا دين ولا إيمان عندكم. أما السجن، قد سجن سادات الأنبياء، سجن الإمام موسى بن جعفر، سجن سنين طويلة في سراديب السجون تحت الأرض، واستشهد في السجن. وسجن نبي الله يوسف، وهدد نبي الله موسى بالسجن. ألا تعرفون؟ ألا تعقلون أيها الوهابية؟ ألم يسجن شيخ الأصنام ابن تيمية؟ ألم يسجن شيخكم شيخ الأصنام ابن تيمية؟ فلا شماتة في السجن. إن هذا أكبر شرف أن أسجن في سبيل ولاية أمير المؤمنين. كانت التهمة الأولى في عام 96، قالوا إنك تعلن ولاية أمير المؤمنين وتدعو الناس إلى التشيع وتسب الصحابة. هذه كانت التهم الموجهة إلي. قلت لهم لا والله، والله ما أعلنت ولاية أمير المؤمنين، ولست بأهل لذلك، لست أهلا أن أعلن ولاية أمير المؤمنين. لقد أعلنها سيد المرسلين على مسامع الدنيا مرارا وتكرارا، من يوم الدار، من يوم الدار في مكة، وحتى يوم الغدير، وحتى فراش الموت لحضرته صلى الله عليه وآله الأطهار. فلست بأهل أن أعلن ولاية أمير المؤمنين. أما دعوتي للتشيع، لا، أنا أظن بالتشيع أن أدعو الناس إليه. كل يبحث. ظللنا 50 سنة نتخبط في ظلمات الجهل حتى من الله علينا بالولاية. ولماذا أدعو الناس للتشيع؟ لماذا؟ هل رأيتم أحدا يوزع قطعا من الماس على المحتاجين؟ أبدا، لم تحدث. الناس توزع الدراهم الدنانير، لكن قطع الماس. التشيع أغلى. وسأذكر لكم واقعة في إحدى غرف البلتوت. أمسك بالميكروفون أحد الوهابية وقال: يا حسن يا شحاتة، حديثي لك، هل يرضيك أن ترجع عن التشيع ولك في كل شهر 10,000 دولار؟ قلت له والله المبلغ كويس، يعني 120 دولار في السنة، مبلغ كويس، لكن أتظن أن هذا يصدني أو يردني عن ولاية أمير المؤمنين؟ قال: امال انت عاوز ايه؟ ان كنت عاوز نزودك.
قلت له لو أعطيتني ملء الأرض ذهبا وفضة مقابل قبض التراب من تحت حافر فرس أمير المؤمنين، يعني فرس أمير المؤمنين ماشي اهو، قبض التراب من تحت حافر الفرس أغلى عندي من ملء الأرض ذهبا وفضة. قال والله إنك لمجنون، وماذا تفعل بهذا التراب؟ قلت أضعه على وجهي وأكحل به عيني لعلها تكون شفاعة لي عند أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء ليس لهم هم إلا المال وحب الرياسة. انظروا الرياسة مخلياهم والعياذ بالله يعبدون غير الله. عملية عجيبة عجيبة عجيبة. كان فرعون في مصر، فرعون الآن الذي أزاحه الله بأنفاس هؤلاء السوار دول منين ومين اللي وجههم؟ وما يعلم جنود ربك إلا هو. نعم، هل تظنون يا أحباب أن فرعون مصر كان يحسن كلمة التوحيد؟ لا والله، لا والله، إنه شر من فرعون موسى. إن هذا اللعين كان يعادي المسلمين. هل رأيتم رسول الله يحمل السيف ويقاتل من أجل إعلاء قول لا إله إلا الله؟ هذا اللعين كان كل أهل لا إله إلا الله يدخلهم السجون. لا إله إلا الله. عجيب عجيب والله عجيب. هذا اللعين كان عدوا للمسلمين، عدوا للنصارى، حبيبا للصهاينة. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما هذا البلاء؟ 30 سنة جسم علينا هذا اللعين حتى دمر مصر تدميرا، سرقات وفعل أفاعيل فرعون موسى لم يفعلها. فرعون موسى لم يفعل ذلك. فالحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. إن ربنا لغفور شكور. قالوا لي إنك تسب الصحابة. قلت مين الصحابة؟ قالوا سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر. قلت دول أنا عاوزهم أعمل بيهم إيه؟ قلت عمر قعد 14 سنة ما عرفش يحفظ سورة البقرة. لا حول ولا قوة. أنا حافظ القرآن وأنا سني 5 سنين و6 أشهر. 5 سنين و6 أشهر كنت أحفظ القرآن كاملا، جودت حافظ وحمزة وورش والقراءات ال7. اللخبطة اللي مشى فيها أهل السنة قل لك نزل من 7 أبواب على 7 أحرف. سماحة الشيخ اسمح لي، أنا آسف جدا إني قاطعتك سماحة الشيخ، بس لكن عندنا المؤمنين يتشوقون إلى يسألونك أسئلة، وعندنا اتصالات بالمئات، فممكن سماحة الشيخ ناخذ بس كم اتصال من المؤمنين؟ طيب اتفضل حبيبي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخوي، معك سماحة الشيخ حسن شحاتة. السلام عليكم يا مولانا. وعليك السلام حبيبي ورحمة الله وبركاته. أنا محمود أبو عطا يا سيدنا، طال الله عمرك آمين، لخدمة هذا الدين وخدمة المؤمنين. بارك الله فيك حبيبي. سؤالك حبيبي. أنا ممن هداهم الله على يديك يا سيدنا، طال الله عمرك آمين. يا حبيبي مبروك. سؤالك إيه؟ ربنا يحفظك يا رب إن شاء الله. بارك الله فيك يا محمود. مولانا الشيخ حسن إن شاء الله. ما عندكش سؤال يا محمود؟
يا مولانا. نعم حبيب. هذا يعني المجرمين الاولانيين، ابغاك يعني تحدثنا شويه كده عشان تنورنا كمان من فرد علمك ان شاء الله. اصل دي اول حلقه يا محمود، انت عاوزني اقول كل حاجه في اول حلقه؟ طيب خلاص براحتك. هيبقى لنا حلقات وهنجيب لك المجرمين واحد واحد ونشرحهم تشريحا ان شاء الله. سماحة الشيخ، طبعا المؤمنين بس يعني تشوقون يسمعون صوتك، كافي ان سماع صوتك هذا بس يعني شرف لهم وفخر ان واحد يسمع صوتك. الله يكرمك حبيبي. اللي بعده حبيبي. سماحة الشيخ، انا عندي سؤال انا شخصي صراحة لازم ابي اطرح عليك. اي نعم. ان شاء الله. سماحة الشيخ، في ناس ينكرون عليك اسلوبك في مهاجمة اعداء الله، وينكرون على سماحة الشيخ إقامته للمهرجان المبارك في هلاك عدوة الله وعدوة رسوله عائشة. فشنو ترد على هؤلاء الناس؟ وفي بعضهم عمائم متلبسة بالتشيع، فشو ترد على هذول اللي يقولون هذا الكلام، انه يقولون عائشة؟ هؤلاء زي ما قال الشيخ ياسر أدعياء التشيع. نعم، هؤلاء أدعياء التشيع. نعم. يعني أنا هحكي لك، وإحنا في لوس أنجلوس في مؤتمر على شرف مولانا الإمام الحسن المجتبى. نعم. سيد من السادة الكبار وعضو في المجلس العراقي، على الفطار الصبح قال لي يا مولانا يعني يا ريت بلاش تسب الخلفاء. قلت له انا اسب الخلفاء؟ حاشا لله، الخلفاء دول ائمتي وسادتي. قال لي لا، انا اقصد الخلفاء فلان وعلان وترتان. قلت له هل هؤلاء خلفاء؟ هؤلاء متخلفون عن بيعة امير المؤمنين علي. قال لي صدقت والله، وقبض على لحيته ولم يتناول الافطار، وهو حي يرزق الان وربما يسمعني. وانا في قم المقدسة بعدما شرفني الله بزيارة سيدتي ومولاتي فاطمة المعصومة بنت الامام، اخت الامام، عمة الامام، صلوات ربي وسلامه عليهم. وانا طالع على المنصة المذيع بيقول لي يا ريت بلاش موضوع الخلافة لانه مش هو المشكلة. قلت له ازاي يعني مش هو المشكلة؟ ازاي يعني؟ اذا كانت الخلافة سرقت من صاحبها يبقى مش هو المشكلة ازاي؟ بالضبط وانا في المعتقل عام 96 حبسوني في زنزانة منفرد انفرادي، قالوا عشان اي حد هيقعد معاك هتشيعه. لا حول ولا قوة. ماشي. وانا طالع رايح النيابة اجتمعت حوالي الضباط وقالوا يا مولانا ايه الخلاف اللي بين السنة والشيعة؟ قلت لهم الخلافة سرقوها من صاحبها. جه المأمور قال ألطم على وجهي، بقى احنا حابسينك لوحدك، انت عاوز تشيع الضباط؟ وقد حصل، لقد تشيع احد الضباط واحد المساجين في الاعتقال الاخير هذا. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا حبيبي يعني اللي بيلوم علي ايه؟ ما يلوم على اللي لعنوا امير المؤمنين على المنابر اكثر من 70 سنة، عليهم لعائن الله، لعنوا امير المؤمنين. بيلوم علي ايه؟ انا عاوز افهم بيلوم علي ايه؟ واحدة حاربت رسول الله. الناس فاهمة ان عائشة حاربت امير المؤمنين وما ذلك بهين، لكنها حاربت رسول الله، لان النبي قال يا علي حربك حربي وسلمك سلمي، واشار الى الخيمة التي فيها الامام والزهراء والحسنات وقال
أنا سلم لمن سالمكم، حرب لمن حاربكم. وقعد تحارب النبي. ولقد سألني أحد الوهابية قال لي يا أخي أنت تقول عن عمر الكلب ابن الكلب وتقول عن عائشة. قلت له طب أنا عاوز أسألك سؤال، اللي يشتم النبي تقول له إيه؟ قال لي يشتم النبي أضربه بالجزمة. قلت له أضرب عمر بالجزمة. قال إزاي؟ قلت له رزية يوم الخميس اتهم فيها رسول الله بالهذيان وقال إنه يهجر. إيه رأيك؟ فبهت الذي كفر. يجوا يا حبيبي يقعدوا، احنا بنناديهم من مشارق الأرض ومغاربها، تعالوا ناقشوا. يعني هم بيلوموا على الشيخ ياسر الحبيب بيقولوا أساء إلى عائشة الشيخ ياسر ما أتى بكلمة من عنده. كل الذي قاله الشيخ ياسر رواه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وابن كل كتب السنة روياه. طب تعال لأي عاقل وقول له امرأة تقول لصاحبتها ائتينا بالجواري نزينها لنصطاد بها شباب قريش، ما معنى هذا الكلام؟ إما أن يكون البخاري كذاب وهذا لم يحدث وده يبقى أفضل، وإما أن يكون عائشة سافلة ومنحطة ما عندهاش لا أخلاق ولا دين، فيلوموا علينا إيه يا حبيبي؟ يجوا يناقشونا ولن نأتي بحديث من كتبنا. كل البلاوي عندهم، البلاوي كلها في كتبهم. سماحة الشيخ، في ناس دائما تنتقد اسلوبك في الطرح ويقولون اسلوبك شوي يعني اسلوب هجومي، فشنو ترد على الناس اللي تنتقد اسلوبك في طرح القضايا العقائدية؟ يجوا يناقشونا حبيبي. الذي يعترض وينتقد يجي يناقش. واحد بقاله 50 سنة لا كان بيعرف يتوضا ولا كان بيعرف يصلي ولا كان بيعرف يصوم وهو إمام مسجد، ولما انكشفت له الحقيقة له حق يحصل له اللي حصل ده ولا لا؟ احنا حبيبي كنا بنصوم والعياذ بالله والعياذ بالله. قل لك الشمس غربت افطر، وتعجيل الفطار سنة مؤكدة. الله، مين جاب سيرة غروب الشمس؟ الله يقول ثم أتموا الصيام إلى الليل. لدرجة قامت مشكلة بين المصلين في المسجد وبين المؤذن. ناس يقولوا له لازم تاكل بلحة قبل ما تأذن، وهو يقول بعد ما خلص الأذان. هم أصلا بيأذنوا ويصلوا قبل المغرب، قبل وقت الصيام ما ينتهي، قبل أن ينتهي وقت الصيام والعياذ بالله. واحد قضى 50 سنة على هذا الحال، له حق يحصل له اللي حصل لي ولا لا؟ نعم. انكشفت الحقيقة فعرفنا ياما صدفتنا بلاوي. هل تعلم حبيبي ان واحد وزوجته كانوا هيتطلقوا بسبب نواقض الوضوء؟ الراجل بيغتسل وهو بينشف نفسه لمس عورته فتوضى، وبعد ما توضى وهو بيلبس هدوم ولمس عورته ورجع توضى. بعد ما لبس وطالع من باب الحمام امراته لمسته، صدم فيها وعمل مشكلة. وده كله بسبب الجهل، بسبب الغباوة. تركوا أمير المؤمنين، تركوا عليا وتخبطوا في الظلمات. اتعلمنا كيف نتوضأ، كيف نصلي، كيف نسجد، كيف نركع. فيا حبيبي اللي بيعترض او بينتقد يجي يقول انا حجتي كذا وكذا وكذا، وانا ارد عليه واقول له انا حجتي كذا وكذا احسنت وكذا. سماحة الشيخ. سماحة الشيخ عندنا اتصال ممكن ناخذه؟
من أحد متصل. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. تفضل أخوي، معك سماحة الشيخ حسن شحاتة. معك سماحة الشيخ حسن شحاتة، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام يا حسن الله يحفظكم. الله يكرمك. معك ماهر من غرفة كافر الصنمين. يا مرحبا. السلام وسلام الأخوة كلهم في غرفة وعندنا بعض الأسئلة مولاي. نعم. تفضل قول سؤالك. تفضل قول سؤالك. حياك الله أخوي ماهر. مولاي في نعم. خصوصا في هذه الأيام في ثورات قائمة في بعض البلدان. عندنا بعض الاستفسارات بخصوص انه السكوت عن هذه الثورات في مناطقنا الشيعية خصوصا. نجد نحن محتاجين دعم مولاي في كل المناطق. ما نلقى اي مسؤول شيعي كان او غير شيعي يتطرق في الموضوع، بينما نشوفهم في ثورات مصر وثورة تونس وثورة ليبيا الكل تكلم بها مولاي. سؤالي ليش هذا السكوت؟ هذا سؤال. السؤال الثاني مولاي قضية اغلاق قبر ابو لؤلؤة، اريد تعليق عليه مولاي. احسنت اخوي. عندك سؤال؟ السؤال الثاني جدا مهم. جدا مهم. تفضل. البعض نشوفهم هالايام يدعون للوحدة بين السنة والشيعة، بينما حديث لرسول الله يقول ستفترق امتي 72 فرقة، فهل هذا هو تحدي لهذا الحديث او ماذا؟ احسنت اخوي ماهر، ويتفضل سماحة الله يحفظكم مولاي. حبيبي عبد الله حبيبي. سماحة الشيخ اقرا علي سؤال حبيبي. سماحة الشيخ السؤال الأول تفضل أخ ماهر يقول بالنسبة للثورات اللي صارت في الدول العربية ليش ما نلاقي مسؤولين شيعة يأيدون هذه المظاهرات مثل ما صار في مصر وتونس؟ نعم حبيبي نعم. أصلي ثورة مصر نظرا لأن مصر هي الأم في المنطقة فالكل أيدها، ويجب أن يكون هذا الموقف مع كل الثورات. حبيبي ماهر لا يحزنك سكوت الشيعة والسنة على الثورات، لا يحزنك ذلك. أنا لما دخلت المعتقل ما أحد تحرك إلا شيعة لندن بقيادة الشيخ ياسر الحبيب. هل أحد تحرك؟ ما أحد تحرك إلا هؤلاء الفتيان المؤمنين الذين تحركوا وتظاهروا. فلا يحزنك ذلك، ستتم الثورات إن شاء الله تعالى بحوله وقوته وببركة إمام الزمان الحجة المنتظر. اللهم صل عليه وآبائه الأطهار وعجل اللهم فرجه الشريف. السؤال الثاني حبيبي سماحة الشيخ يبي منك تعليق على إغلاق قبر أبو لؤلؤة فيروز رضوان الله عليه. ومين اللي أغلقه؟ في أخبار أن أغلقت السلطات في إيران. ليه؟ على أساس ننادي محمود أحمدي نجاد أقول له افتح هذا القبر الشريف وأنا قادم لزيارته. سماحة الشيخ الإغلاق كان طبعا بمنادات لما يسمى بالوحدة بين المسلمين، وهذه الوحدة سماحة الشيخ مثل ما تفضل الأخ ماهر في سؤال الثالث يقول افترقت أمتي إلى 73 فرقة إحداها الناجية، فيقول ينادون في الوحدة على هذا الأساس أغلقوا قبر فيروز أبو لؤلؤة رضوان الله عليه. فما تعليق على المنادات في الوحدة؟ تعليقي الآن حبيبي يا ماهر. نعم. أنا أرد على من يقول إن ذلك باسم وحدة الأمة الإسلامية. أقول لهم ارفعوا قبر أبي بكر وعمر من مسجد رسول الله فإنهم قتلوا الزهراء. إن كان أبو لؤلؤة قتل عمر وأبو بكر قتل الزهراء. شيء
يشيلوا قبرهم من مسجد الرسول عشان تبقى واحدة، وإلا هم يفرضوا ونحن نطيع. لماذا؟